بيبدأ فيلمنا مع مولي وصديقها نايك اللي بيكونوا هربانين من المدينة بعد تفشي مرض بيخلي الناس كلهم يتحولوا لزومبي، وطبعا هربوا قبل ما يتحولوا هيسافروا بالطيارة لجزيرة قريبة. وكانوا بيشربوا سجاير وبيشموا بودرة وويسكي وسكرانين طينة تقولش خمارة. وفجأة مولي حست إنها عاوزة ترجع، بس فضل يصوت وخايف على عربيته لا تتوسخ، وعلشان كده وقف لها على جنب في وسط الصحراء ونزلها ترجع براحتها. لكن المصيبة بقى إنها لما رجعت له وجي يدور العربية لقاها غرزت في الرملة ومش راضية تتحرك. وبص لها كده بغضب، قال إيه يعني هي السبب؟ حاول مع العربية كذا مرة لكن للأسف مفيش أمل. نزلوا منها ومولي اقترحت عليه إنهم يحطوا حتة خشب تحت العجلات ويخرجوها، لكنه اتعصب عليها لأنهم في الصحراء هيلاقوا فين يعني حتة الخشب دي، وسابها ومشي في الصحراء لأنها مستفزة. فسألته واحنا هنروح المطار ماشي، بس ما ردش عليها واتصل بصاحبه جيمي وعرفه إنه في مشكلة ولسه يحكي له عليها. الخط فصل وما سمعش منه حاجة. وفجأة مولي شافت واحد كده لابس بدلة وجاي عليهم. عرفت صديقها إن في حد جاي وممكن يساعدهم، لكنه لما قرب منهم لاحظوا شكله غريب وممكن يكون من المتحولين. وعلشان كده نايك جرى على العربية وجاب مسدسه، وللأسف التليفون وقع منه من كتر ما هو مرتبك. ولما الراجل قرب منهم ضرب عليه نار لحد ما موته، واحتفلوا هما الاتنين إنهم موتوه. لكن لسوء حظهم إنه ما بيموتش بالرصاص، وقام تاني حتى مسدس الرصاص خلص منه. ودخلوا بسرعة استخبوا جوه العربية وقفلوها عليهم من جوه، واكتشفوا إنهم نسيوا التليفون بره. وصاحبنا ده فضل لازق لهم على الإزاز لحد الليل وبعدها اختفى. ولعوا كشافات العربية ما لقوهوش، وجابوا الكشاف اليدوي وفضلوا يبصوا، لكن لحسن حظهم مشي. ونزلوا يدوروا على التليفون واخيرا مولي لقيته. لكن اللي ما كانتش تتوقعه ان الزومبي ده كان جه وهجم على نايك وقضى عليه في مشهد صعب جدا. مولي جريت على العربية علشان تاخد شنطتها ولمت فيها ازايز المية والحاجات بتاعتها اللي في العربية. لكن لسوء حظها هي كمان الراجل ده دخل عليها وكان هياكلها، لكنها ضربته وبعدته عنها وخرجت من الباب التاني وجريت في الصحراء. فضلت ماشية لحد ما بتتعب وبتنام شوية لحد ما النهار طلع، وعرفته إنه لازم يستناهم وما يمشيش ويسيبهم. ولما سألها على نايك عرفته إنه كويس بس بيجيب حاجة كده وجاي. والخط قطع، وبعدها بتشوف موقع المطار على التليفون وبتمشي في اتجاهه. وهي ماشية بتشوف طيارة معدية وبتفضل تشاور لها، لكن للأسف ما بتشوفهاش. وبتكمل مشي وهي تعبانة لحد ما الليل بيجي عليها، وبتولع نار وبتقعد تستريح شوية وبتفضل تفتكر ابنها وبتنام وهي قاعدة، لحد ما فجأة الراجل الزومبي بيجي من وراها وبيهجم عليها وبتقاومه لحد ما بتقدر تهرب منه. وبتروح تنام فوق صخرة عالية لحد ما النهار بيطلع، وبتصحى مخضوضة على صوته واقف لها جنب الصخرة، وبيكون مش عارف يطلع لها وبتفضل تلهي فيه علشان تنزل تجيب شنطتها وبترميله خشبة كده وبتقول له يلا زي الكلب وراحتها. ولما بعد عنها نطت من على الصخرة وللأسف وقعت على ظهرها، وهو جه يهجم عليها لكن لحسن حظها إنه بيمشي ببطء جدا. جريت بسرعة ولمت شنطتها وحاجتها وبتفضل ماشية في الصحراء وهو ماشي وراها، وبتكلمه وتقوله مش هتقدر تمسكني حتى لو فضلنا ماشيين كده لحد المكسيك. وبتضحك وبتتريق عليه، وبعدها بتقعد ترتاح وتقوم تكمل وهو وراها بس ببطء جدا. وبتشوف بيت من بعيد بتفضل ماشية لحد ما بتدخله، وبتفضل تدور على حاجة تاكلها. لكن الظاهر كده إن الزومبي دول اقتحموا البيت قبلها. فتحت الحنفية علشان تشرب لكن برضه مفيش مية. دخلت أوضة لقيت فيها مرتبة نامت عليها من كتر التعب، وهي نايمة حلمت بجوزها وابنها، وفجأة صحيت مخضوضة وسمعت صوته بره استخبت منه، لكنه للأسف بيتعرف عليها من ريحتها وبيكون خلاص هيلاقيها، لكنها كتمت نفسها علشان ما يسمعش منها حاجة، لدرجة إنها بتمشي عليها عقربة وبتفضل مستحملة لحد ما بتبعد عنها. وبتقوم بسرعة وبتخرج بره البيت ده وبتمشي في الصحراء في اتجاه المطار. وفجأة بتشوفه ماشي وراها بتتجنن وتفضل تصرخ فيه وتضربه بالطوب لكنه ما بيتأثرش، وبيقرب منها فبتلم حاجتها وبتمشي بسرعة وهو وراها. وبتنشأ ما بينهم أول علاقة تعارف، وبتفضل تحكي معاه وتتريق على هدومه وعلى شكله وريحته، وبعدها بتقضيها بقى شتايم لحد ما بتلاقي صخرة عالية وبتطلع عليها وبتسيبه على الأرض وهو مش طايلها. وبتكمل كلامها معاه وبترمي له حتة شوكولاتة وهي بتاكل، بس هو مش عاوز شوكولاتة، هو عاوزها هي. وبتنزل تكمل ماشي في نفس الاتجاه، وفاضل 15 كيلو بس على المطار. ولما تعبت طلعت قعدت فوق الصخرة وولعت النار، وهو خلاص بقى ملازمها دايما. واتصلت بجيمي وسألته إذا كانوا سافروا بالطيارة ولا لسه، بس عرفها إن الطيارة فيها مشكلة ولسه يحلوها، وده طمنها شوية إنها لسه قدامها وقت تمشي لحد المطار. ونزلت من على الصخرة وكملت طريقها، بس للأسف ما بقاش فيها طاقة، تعبت جدا من المشي ومن العطش، وخصوصا إن المية خلصانة بقالها يومين. وبدأت تتوتر وتزعق في الراجل الزومبي وتطلب منه يسيبها ويمشي لأنها عمرها ما تستسلم وتسيبه ياكلها. وهو طبعا ولا سامع ولا فاهم، ماشي وراه وخلاص. وفضلت ماشية لحد ما فجأة شافت قدامها عاصفة ترابية جاية عليها،
جريت منها لكن للأسف العاصفة طالتها وأخدتها في وشها وفضلت تتدحرج في الرمل لحد ما خبطت في الراجل وكان هياكلها لكنها قدرت تفلت منه وجريت بعيد وفضلت تتدحرج لحد ما العاصفة وقفت لوحدها وخلصت العاصفة وهي مغمى عليها ولما فاقت لقت نفسها على الطريق ومتربة على الآخر وفجأة لقت عربية معدية فضلت تنادي عليها وفعلا وقفوا لها وكانوا اتنين شباب قوموها وجابوا لها مية ودخلوها العربية لكنها قالت لهم إنها تنزل تدور على شنطتها لأنها نسيتها لكنهم لقوها تعبانة فطلبوا منها تستناهم في العربية وهم هيروحوا يدوروا لها على شنطتها وهي قاعدة جوه العربية بتاخد بالها إن العربية مسروقة وفي هدوم مسروقة في الكنبة اللي ورا وشكلهم وراهم مصيبة ولسه هتنزل لقيتهم رجعوا جابوا لها الشنطة لكنها عرفتهم إنها مش هتروح معاهم خلاص غيرت رأيها لكنهم بيقنعوها إنهم لو سابوها في المكان ده هتموت وخصوصا إن درجة الحرارة مرتفعة جدا وممكن تموت من الحر لكنها رفضت تروح معاهم وده خلاهم يضربوها ويرموها بره العربية ويرموا لها حاجتها وقعت على الأرض لكنها شافت الزومبي خلاص بقى قام من العاصفة وهيرجع يطاردها تاني علشان كده لمت حاجتها بسرعة علشان تمشي ولقت في الحاجة اللي رموها قارب بلاستيك نفخته ولمت كل الحاجات اللي كانت معاها واللي رماها لها الولدين وجرته ومشيت وصاحبنا ده ماشي وراها وفضلت تحكي معاه والغريبة إنها كانت بترد على نفسها وكأنه بيتناقش معاها شكلها كده حرارة الشمس خلت دماغها لسعت وما بقتش مستوعبة هي بتقول ايه ولا بتعمل ايه وخصوصا انها داخلة على اسبوع في المكان ده والمصيبة الكبيرة انها عايشة مع زومبي في الصحراء لكنها مش مهتمة بكل ده ولقت قدامها كاوتشات عربية كتير وده خلاها تفكر تستفيد منه بدل ما هي شايلة كل ده وهو ماشي فاضي ومسكت القارب البلاستيك اللي معاها وربطته في كاوتش العربية ولبسته له في رقبته يجر وراه الست ست برضه حتى لو كانت مولي وبعدها فضلت تحكي معاه وتسأله عن عيلته وعن أولاده وحكت له عن ابنها وعن أختها اللي ما بتخلفش وعلشان كده اتبنت ابنها لأنها مش عارفة تهتم بيه ولا بنفسها حتى تقريبا كده من كتر الزهق حبت تفك معاه وبعدها ربطته في صخرة وعرفته إنه معطلها وإنها هتسيبه هنا لحد ما يلاقي حد من عينته ويعيش معاه لأنه ما ينفعش يفضل معاه كده وسابته ومشيت لكنه فضل يصرخ ويزوم زي الحيوانات وده خلاها يصعب عليها وترجع له وقالت له إنها تفكه بس بشرط إنه ما يعملهاش حاجة ولا يقرب منها وفعلا فكته وفضلت تزعق فيه وتأمره إنه يبعد عنها وما يقربش كده وفعلا بيسمع كلامها وفضل ماشي جنبها من غير ما يقرب لها لحد ما الليل جه عليهم وتعبوا من المشي فولعوا نار وقعدوا يستريحوا وفضلت تحكي له عن ابنها وابنها وحشة جدا لأنه مش عايش معاها ومش بتشوفه كتير دي حتى مش معاها صورة ليه ودايما عايش عند أختها وطلعت علبة من شنطتها وعرفته إنها لعبته اللي بيحبها وهي عبارة عن علبتين وبينهم حبل واللي بيلعبوا بيقدروا يسمعوا بعض عن طريق اللعبة دي وطلبت منه يلعبها معاها وتعيط وهو يبص لها وصعبانة عليه وناموا شوية وصحيوا الصبح كملوا طريقهم ووصلوا للطريق السريع ولما بصت في التليفون عرفت إنهم خلاص قربوا يوصلوا المطار لكن فجأة ظهرت قدامها على الطريق عربيات شرطة جايين عليها علشان كده جريت خبته بسرعة قبل ما يشوفوه ولكن الغريبة أصلا إنها خايفة عليه وكأنهم خلاص بقوا أصحاب وفضلوا مستخبيين لحد ما كل عربية عدت لكن للأسف في عربية وقفت لأنهم لمحوا حد في المكان وده خلاها تطلب منه إنه ما يتحركش ولا يعمل أي صوت لحد ما تتكلم معاهم ولما خرجت لهم كانوا يضربوا عليها نار وافتكروها زومبي لكنها قالت لهم إنها كويسة وما اتصابتش لسه والشرطي بيسألها إذا كان حد لمسها أو عضها أو حتى جه عليها دم من حد فيهم بس هي بتقول لهم إنها كويسة ومفيش حاجة حصلت من دي والضابط بيطلب منها تركب معاهم العربية علشان يوصلوها للمطار بنفسهم ويطمنوا عليها لكنها بترفض وبتقول لهم إن جوزها مستنيها وما تقدرش تمشي وتسيبه وإنها أصلا معاها عربية تروح بيها وعلشان كده بيسيبوها وبيرجعوا لعربيتهم لكن لسوء الحظ في الوقت ده بيخرج الزومبي وبيشوفوه وبيكونوا هيموتوه لكنها بتخبيه وراها وبتطلب منهم ما يموتوهوش لأنه مستحيل يأذي حد وإنه معاها الضابط بيعرفها إنه هياكلها بس هي بتقوله لا مش هيعمل حاجة فالضابط بيقرر إنه يسيبه معاها وهي حرة بقى وبيقول للضابط التاني ده أكيد جوزها علشان كده مخبياه وخايفة إن حد يأذيه وقبل ما يمشي واحد من الضباط بيضربه بطلقة كده في رجله من غير سبب وبيسيبهم ويمشي الراجل الزومبي بيقع على الأرض وبيتألم ومولي بتحاول تقومه وبتقوله ما تعيطش زي الأطفال ولازم يقوم معاها علشان يكملوا طريقها وما ينفعش يسيبها لوحدها وهي بتقوم فيه للأسف بيعضها في صباعها وده بيخليها تتعصب عليه وتزعق له إنه عضها وبكده هتتحول لزومبي وعلشان كده لازم تتصرف قبل ما تتحول جريت على حاجتها ودلقت إزازة الكحول على صباعها ولقت أسنانه باينة في صباعها وده خلاها تاخد القرار ومسكت حجر من الأرض وفضلت تدق على صباعها لحد ما قطعته وبتجيب بلاستر من شنطتها وبتلف صباعها وبترجع له تاني وبيكون لسه نايم على الأرض وبتفضل تزعق فيه وبتتخانق معاه لأنه عضها وبكده كان ممكن يموتها وبتقول له إنها غلطانة وكان المفروض تسيبه يموت وما تسألش فيه وبعدها فضلت تشد فيه علشان تقومه من الأرض وبرضه مش قادرة تقومه وبترجع تاني تزعق فيه وبتقول له ما تقوم ولا أنت عاوزني أشيلك يعني اخلص وقوما ما فياش نفس ليك مولي دي عنيفة قوي معاه
وفضلت تقول له يلا قوم احنا قربنا نوصل خلاص، ما تجيش دلوقتي وتستموت لي كده، ما بقاش فاضل غير شوية قليلين ونوصل المطار ولازم تكون معايا مش هقدر أسيبك. لكن للأسف لا بيقدر يتحرك ولا عارف هي بتقول إيه، وهي بتشد فيه بتقع منه محفظته وبتشوف جواها صورته مع مراته قبل ما يتحول لزومبي، وبتعرفه إنها مش ممكن تسيبه أبدا يتعذب كده وإنها حبته، وهو كمان ساعدها كتير في خلال رحلتها دي وعلشان كده مستحيل تتخلى عنه، وجابت القارب بتاعها ولمت حاجتها علشان هيمشوا وشكرته على كل اللي عمله معاها. لكن الصدمة إنها مش هتاخده، دي هتخلصه من حياته مش من ألمه وبس، وجابت حجر كبير وضربته بيه على دماغه وموتته. لا أصيلة يا مولي، وسابته مكانه وأخدت حاجتها وكملت في طريقها لوحدها، وأخيرا وصلت للمطار وهناك لقيت عربية حمراء مكشوفة وفيها هدوم عليها دم، وفجأة حد ضرب عليها نار، جريت واستخبت ورا العربية ونادت على جيمي وهو اللي بيضرب عليها نار وعرفته إنها مولي. نزل لها من برج المراقبة وعرفها إن الناس كلها اتحولت وإنهم هيصلحوا الطيارة بس وهياخدها وهيمشوا، وبيسألها عن صاحبها نايك، عرفته إنه للأسف اتصاب وهو عرفها إن في 4 معاه اتصابوا وحبسهم جوه في الأوض، وإنه هيروح بلد من اللي فيها زومبي وهيخلص عليهم كلهم بالأسلحة اللي معاه وهينصب نفسه رئيس لجمهورية البلد دي ويبدأ يكون شعب، واللي بيصلح الطيارة بيعرف إن الطيارة خلاص اتصلحت وهيجربها حالا. وفعلا لما جربها لقاها اشتغلت وطلب من مولي تلم شنطتها وحاجتها لأنها خلاص هيمشوا حالا، وبعدها بنشوف الطيارة مشيت بيهم، لكن بنتفاجئ إن مولي ما مشيتش معاهم وبتطلع لعبة ابنها، وطبعا بنعرف إنها رفضت تسافر معاهم علشان ابنها اللي ما تعرفش عايش ولا إيه حصل له ولازم تطمن عليه وتاخده معاها. وبعد ما بيمشوا بتطلع على برج المراقبة وبتتصل على ابنها من التليفون الموجود في البرج، لكن للأسف بيرد عليها البريد الصوتي، قفلت الخط واتصلت تاني برضه رد البريد الصوتي عليها وكررت الموضوع ده كذا مرة، لكن في كل مرة بيرد عليها البريد الصوتي وده خلاها قلقت على ابنها، بس خلاص فقدت الأمل ولسه هتنزل من البرج بتفتكر ابنها وبتهيأ لها إنها سمع صوته وهو بيلعب باللعبة اللي عاملها تليفون، والحقيقة إن الذكريات دي بتخليها ترجع تاني وتحاول تتصل، وفعلا ولحسن حظها ابنها المرة دي رد عليها وبتعرف إنه عايش وبتقول له أنا أمك، فبقول لها أمي لأ، وده خلاها عيطت لأن ابنها مش عارف صوتها، فعرفته إنها أم مولي وطلبت منه تكلم أمه اللي هي خالته، لكنه قال لها إنه ما يعرفش عنهم حاجة وفي ناس دخلوا البيت وأمه قالت له يستخبى تحت السرير، ومن وقتها وهو مستخبي وما خرجش أبدا، وبتسأله بقالك قد إيه مستخبي، فبيعرفها إنه بقاله كتير بس مش عارف قد إيه. مولي بتهديه وبتطمنه إنه ما يخافش وإنه بطل ولازم يفضل مستخبي لحد أمه ما تجيله وتنقذه، لكنه بيعرفها إنها مش هتيجي لأنها دايما بتقول له جاية وما تروحلوش، وده بيخلي مولي تعيط وتعرفه إنها مش هتعمل كده تاني والمرة دي هتروح له بجد مش بتضحك عليه، وبتعرفه إنها غصب عنها هتتأخر عليه ومش عارفة هتقدر توصل له بعد قد إيه، لكن في النهاية هتوصل له وبتطلب منه يفضل مستخبي وما يعملش أي صوت حتى لو اتأخرت عليه. وفعلا نزلت بسرعة من برج المراقبة وركبت العربية الحمراء بتاعت جيمي علشان تروح بيها، لكن للأسف ما لقيتش فيها المفاتيح، وده خلاها افتكرت إن جيمي قال لها إنه حابس 4 تحولوا لزومبي في الأوض وأكيد المفاتيح معاهم. نزلت من العربية ومسكت حتة حديدة وراحت لهم، ما خلاص بقى ما بقتش تخاف فهي بقت متعودة عليهم، وبنشوفها بتفتح باب الأوضة وبتدخل لهم. أول ما دخلت لقيت واحد منهم واقع قدام الباب، بعد ما اتأكدت إنه ميت فتشت جيوبه علشان تلاقي المفاتيح، لكن للأسف ما لقيتهمش معاه وعلشان كده سابته وكملت طريقها وهي رافعة الحديدة اللي معاها ومستعدة لأي خطر يقابلها، وبتفتح باب أوضة تانية وفجأة بيخرج واحد منهم بيهجم عليها لكنها بتضربه بالحديدة اللي في إيدها لحد ما بتخلص عليه، وبعدها بتدور في هدومه على مفاتيح العربية علشان عاوزة تروح لابنها، وللأسف هو كمان مش معاه المفاتيح وكملت طريقها للأوضة الأخيرة. وهنا بتشوف واحد شكله مرعب وهو بيعمل أصوات عالية زي أصوات الحيوانات وبتدخله علشان تشوف المفاتيح، لكن لسوء حظها بيهجم عليها وبيوقعها على الأرض والحديدة اللي في إيدها بتقع بعيد، وده هجم عليها هيموتها وبيقرب منها جامد، وفي لحظة بتلاقي شنيور شغال جنبها على الأرض بتحاول توصله لكنها مش قادرة وبتفضل تزحف لحد ما بتوصل وبتمسكه وتغرزه في دماغه وهو شغال وبتموته، وفعلا بتلاقي المفاتيح معاه وبتاخدهم وتجري بسرعة تدور العربية تطلع بيها، وبتفضل ماشية بالعربية في المدينة وبتشوف إن البلد كلها ما بقاش فيها ناس وكلهم اتحولوا لزومبي، وبتشوف نايك صاحبها هو كمان اتحول وبتفتكر ابنها وذكرياتها معاه لأنه وحشها قوي. ولما وصلت للمدينة لقيتها فاضية والعربيات متكسرة في الشوارع والتخريب باين على المدينة كلها، مسكت كوريك حديد لقيته قدامها علشان تحمي نفسها بيه ودخلت على بيتها اللي ما كانش يقل تخريب عن المدينة، كل حاجة متكسرة والأكل والمواعين واقعين على الأرض،
واتصدمت لما لقت أختها وجوزها ميتين وواقعين على الأرض، وبنشوفها بتسيبهم وبتطلع الدور اللي فوق علشان تدور على ابنها، وفضلت تنادي عليه ودخلت أوضته علشان تخرجه من تحت السرير، لكن الصدمة إنه مش تحت السرير. فضلت تصوت وتدور عليه في البيت كله، لكن للأسف ملوش أي أثر. ولقت اللعبة بتاعته مسكتها وفضلت تعيط، وبعدها سمعت صوت في الأوضة، مسكت الكوريك اللي معاها وفضلت ماشية لحد اللي ما كانتش تتوقعه، إن ابنها مستخبي جوه بيت الألعاب. اتبسطت جدا وخرجته وهي بتعيط وعرفته إنه بخير، وتأسفت له علشان اتأخرت عليه، وأخدته ونزلوا علشان يمشوا من البيت. وهي بتلبسه الكوتشي سألها إذا كانت هتخلي بالها منه، طمنته وقالت له إنها من هنا ورايح مش هتسيبه لحظة واحدة. وفجأة الباب خبط وشافت الزومبي في كل مكان، طلبت من ابنها يقف وراها وما يسيبهاش مهما حصل، وقامت عليهم بالكوريك. بس يا ترى هتقدر تحافظ على ابنها زي ما وعدته، ولا الكائنات دي هتكون أقوى من الوعد وتخلص عليهم؟ ولحد هنا بيخلص فيلمنا.